السلام عليكم. إن كنتم من المتابعين الجدد لقناة أخبار المنتخب المغربي فلا تبخلوا علينا بزر الاشتراك والضغط على زر الإعجاب فضلا وليس أمرا. مرحبا بكم. أسبع لقجة فخامة الاسم كتخلع الفوز لا غير إن شاء الله اليوم أمام تنزانيا. لقطة فوز لقجة اليوم وهو يسابق رئيس الفيفا بعد النزول من الطائرة أصبحت حديث المغرب. نعم، إنه الرجل المناسب في المكان المناسب، فهي مربوحة بإذن الله. تحية كبيرة لهذا الرجل. نعم، في خطوة تؤكد التضامن والدعم الكبير للمنتخب الوطني المغربي رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى الكوت ديفوار لحضور مباراة المنتخب أمام تنزانيا في كأس أفريقيا 2023. يرافقه عدد من أعضاء الجامعة لتقديم الدعم ورفع معنويات المنتخب. ومن المرجح أن يستمر فوزي لقجة في متابعة مشوار المنتخب المغربي خلال مشاركته في هذه الكأس.